شكرا للزميل أحمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مراسلة أخرى من هنا من أمام ملعب المرسول بارك مقر نادي النصر السعودي، حيث نوافيكم بآخر الأخبار بخصوص مباراة النصر في دوري روشن السعودي. كانت مقررة مباراته مع ضيفه الطائي هذا المساء مع السادسة مساء بتوقيت المحلي لمكة المكرمة، لكن ظروف المناخية وتساقطات المطرية حالت دون ذلك، بحيث كانت هناك عدة أعطال في الكهرباء هنا في الملعب، وما جعل اللجنة المنظمة تقوم بتأجيل المباراة ليوم غد الجمعة في نفس التوقيت. بالنسبة لمشاركة الضون الضيف الجديد للنصر السعودي كريستيانو رونالدو، فهي مشاركة لن تكون في هذه المباراة أو مباراة يعني المباراة الغد، رغم أنها تم. بالنسبة لمشاركة كريستيانو رونالدو مع فريقه في هذه المباراة فهي مستبعدة، ورغم أنه تلقى البطاقة الدولية للمشاركة مع النصر، إلا أن هناك عائقا آخر يواجه فريق النصر ومسؤوليه، بحيث أن اللاعبين الأجانب المسموح بهم هنا في السعودية بأن يكونوا في الفرق هنا 8 لاعبين، والفريق النصر يعني يحتوي فعلا على 8 لاعبين أجانب، وبالتالي النصر ملزم بأن يسمح بأن يعني يفسخ عقد أحد الأجانب لكي يتم الاكتتاب مباشرة مع الدون كريستيانو رونالدو ويتمكن من المشاركة معه في المباريات القادمة في دوري روشن أو في كأس الملك. إذا هذه هي آخر الأخبار من هنا من السعودية. مباراة الطائي والنصر لن تجرى اليوم الخميس، وإنما تؤجلت ليوم غد، وكريستيانو رونالدو لن يشارك حتى في مباراة الغد في انتظار تحرك مسؤولي النصر والتخلي عن أحد الأجانب، ليكون بذلك كريستيانو رونالدو مشاركا رسميا في المباريات القادمة.